عيوب موبايل سامسونج A16 بالنسبة لي أنا ممكن تكون عيوب، بالنسبة لحضرتك ممكن ما تكونش عيوب. فلو العيوب دي هتمشي معاك وعندك نية تشتري موبايل سامسونج A16 فمفيش مشكلة إن أنت تجيبه. أولا عندي عيب الشاشة ما بتدعمش Always On Display، وحواف كبيرة ونوتش الكاميرا شكله قديم، وكمان بتردد 90 هرتز، وكانت ممكن تكون جدا ب 120 هرتز لانها شاشة جميلة. يعني هي الشاشة نفسها كويسة يعني. وعندك العيب التاني بالنسبة ليا ان الصوت مونو، وفي نفس الوقت حذفوا مدخل ال3.5 ملي، استغنوا عن في الموبايل ده عن مدخل ال3.5 ملي. وعيب الموبايل التاني ان علبة الموبايل بدون شاحن، يعني اعمل حسابك ان حضرتك هتشتري الشاحن، وده كده كده بقينا متعودين بيه من سامسونج، ما بينزلش اي موبايل بشاحن. والعيب التالت اللي هو الاداء، لو حضرتك هتستخدمه لاداء يومي، اداء تصفح، اداء العاب خفيفة، تمام انا معاك. الموبايل ده يعتبر بالنسبة للحاجات اللي زي دي او بالنسبة لسعره ده هيكون من الموبايلات الرائدة في السعر ده، اللي هتديك اداء ممتاز واداء كويس. لكن لو هتستخدمه العاب تقيلة وهتعمل ضغط عليه، لا ما انصحكش بالسامسونج A16. ودي حاجة ترجع لحضرتك. وفي نهاية الفيديو لو لسه ما اشتركتش ما تنساناش من الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.